ريال مدريد خسر أمام ريال بيتيس، ضربة موجعة بالنسبة لريال مدريد قبل مواجهة أتلتيكو مدريد على مستوى دوري الأبطال في توقيت صعب جدا. طبعا يا جماعة أنا صار لي يومين ثلاث، وعلى الرغم من تحقيق ريال مدريد فوز على ريال سوسيداد، إلا أنا بنشر فيديوهات وبنشر بوستات بتكلم عن ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، لدرجة أنه متابعين ريال مدريد شكوا أنه في بيني وبين كارلو أنشيلوتي شيء، أو بيني وبين هذا الفريق شيء. ولكن لا يا جماعة، هذا هو الواقع اللي أنت اليوم شفته. قبل فترة شو قلت أنا؟ قلت انه اكبر مشكله ستواجه ريال مدريد، واللي كانت تواجه ريال مدريد، هو اي منافس ما باخذك للعشوائيه. اذا اخذك للعشوائيه مهاراتك انت بتتفوق فيها كريال مدريد لما يمتلك من لاعبين، ولكن كمباراه تتصرف فيها مدرب المنافس بالعقل وبقسمها على اجزاء وبيعرف يتعامل معك، ريال مدريد سيفشل. وهذا الشيء اللي بيحصل معنا في الاونه الاخيره. ريال بيتيس مختلف كثيرا عن ريال سوسيداد، على الرغم من ريال سوسيداد كان له هجمات وكان له فرص، ولكن ريال بيتيس كان اذكى بكثير من ريال سوسيداد. ريال مدريد اليوم خسر، وبالتالي الآن إذا فاز برشلونة على ريال سوسيداد بكرة بيصبح الفارق 3 نقاط، وإذا فاز أتلتيكو مدريد يصبح ريال مدريد في المركز الثالث. هذا شيء مش منطقي أبدا لفريق كان قبل فترة الفارق بينه وبين برشلونة 7 أو 8 نقاط على مستوى الدوري الإسباني. ريال مدريد استحق الخسارة، وريال بيتيس استحق الفوز لما قدموا من أداء رائع، من جرأة، من تعامل مع ذكاء، من استغلال لمهارات ما يمتلك المدرب بلغريني من عناصر على أرضية الملعب. إسكو قدم مباراة رائعة جدا. وعندي سؤال قبل ما أنهي أنا، بس سؤال: اسينسيو اليوم ليش ما شارك؟ يا ريت إذا حدا من المتابعين بيعرف هاي الإجابة يحكي لنا عنها. وبعد قليل إن شاء الله سيكون لنا وقفة تكتيكية ووقفة تحليلية في حلقة شاملة رح ننشرها على قناتنا على تكتيكات كرة القدم. انتظرونا.